ييجي لك رفرفة في قلبك وعملت رسم قلب وقالوا لك اتطمن ولسه بتحس بنفس الرفرفة، القصة لسه ما خلصتش. بعد الفيديو اللي فات بتاع رفرفة القلب كان في سؤال متكرر بشكل رهيب، كل الأسئلة بتدور حواليه. طب يا دكتور، أنا دلوقتي بيجي لي رفرفة في قلبي وعملت رسم قلب ورحت للدكتور وطمني وقال لي ما عندكش حاجة، أنا كده تمام؟ إجابة السؤال ده بتدور حوالين إن رسم القلب بيعمل إيه؟ رسم القلب بيلقط كهربة القلب لمدة ثواني، كهربا ماشية في القلب إحنا بنلقطها بالكاميرا في الثواني اللي اتحط فيها الجهاز بتاع رسم القلب. طب افرض إن فعلًا في مشكلة في كهربة القلب، بس وقت ما عملت رسم القلب ما كانش في مشكلة، رسم القلب ما لقطهاش، ساعتها رسم القلب هيطلع طبيعي، بس في عندك جوّه مشكلة أنت مش واخد بالك منها. طب إمتى أقدر أتطمن خالص وأقول يعني أنا متطمن؟ في حالة واحدة، إنك تروح لدكتور القلب يعمل لك فحوصاتك كاملة من رسم قلب، من إيكو، في ممكن جهاز حاجة اسمها هولتر بيتركب لمدة 24، 48، 72 ساعة يلقط ضربات القلب على مدار الفترة دي كلها، أو أي أجهزة أخرى أو فحوصات تانية دكتور القلب يشوفها مناسبة ويقول لك قلبك سليم، نقطة. خلاص ده ما ينكرش إن إحساسك هيبقى أكيد سليم 100% برضه، بس مش هيبقى ليها علاقة بالقلب، ممكن يبقى ليها علاقة بتوتر، أدرينالين زيادة، كلام من ده، وقتها بطّل تعيد التحاليل على الفاضي والمليان، لإن أصلًا التوتر لوحده بيزوّد إحساس الرفرفة في القلب، واتطمن. أمّا في أي حالة من الحالات دي لمّا ييجي رفرفة وييجي معاها وجع، ضيق في النَفَس، إغماء، ده مش وقت رسم قلب ولا وقت تطمين، ده وقت طوارئ، تروح على الطوارئ فورًا. فلو تعرف حد بقى من أصحابك بييجي له رفرفة وعمل رسم قلب كده على الماشي وقالوا له لأ اتطمن قلبك تمام، ابعت له الفيديو ده خلّيه يروح يكمّل فحوصاته. يالّا سلام.